اليوم بس اكيد النجم والممثل اللبناني الجدير اكيد هو جدير بوجود دراما سورية او غيرها، بس اكيد ساعدت انه ضوت عليه وبرزقه اكثر قصص. بشكر صراحتك يا عطية. اليوم طالب الفنانين او اكثر الفنانين اليوم يتعرضوا للانتقادات، ومريم عطية من بعد ما تخرجت من السنة الاكاديمي لاحت هذا الرائع على طول. تعرضت للانتقادات، قد ايه بتقدر تتحملي انتقادات؟ طبعا هناك انتقاد بناء وهناك انتقادات جارحه، اليوم كمريم عطية قديش تحملتي اذا بدك انتقادات وتحملتي حروب على فن مريم عطية؟ كمان يعني بتصالح مع الحياة كتار فينا فنانين وغير فنانين، مشهورين وغير مشهورين. بتعرضوا اكيد لناس بتحبهم، ناس ما بتحبهم، ناس بتغار، ناس ما بتغار. واليوم السوشيال ميديا وانه كل واحد تليفونه معه عامل نجم، صرنا كلنا عم نتأذى من هالانتشار. يعني حتى البنت العادية اللي عم تطلع تعمل مثلا بتكون مندفعة وعم تعمل على التيك توك شيء، او مثلا بترقص بتغني كذا، بتتعرض كمان لانتقادات ولاذى. الانسان بده يكون واعي، مثل ما هلا مثلا عندي بنت اختي بعدها صغيره بالمدرسه، مو كل العالم رح تحبنا، مثل ما كل العالم ما رح تكرهنا. مثلا في عالم رح تلاقينا حلوين، في عالم رح تلاقينا غلاظ. فهو شوي بده الانسان دائما يتمرن انه انا بسعى انه اكون منيح، بسعى انه مثلا احافظ على جسمي، اكون برتب حالي، اكون بطريقه انا متصالح مع حالي وحب حالي فيها لما اطلع على غيري.